فيتش رفعت التصنيف الائتماني لتركيا، وستاندرد اند بورز رفعوا التصنيف الائتماني للاردن. ملناش احنا بقى نفس ولا ايه؟ عضو مجلس الاعمال المصري الكندي احمد خطاب قال ان رفع تصنيف مصر الائتماني وارد جدا خلال الفتره اللي جايه دي، لان المؤسسات الدوليه ابتدت يرجع لها الثقه تاني في الاقتصاد المصري، خصوصا بعد تدفق دولارات راس الحكمه وتعويم الجنيه. يعني الاقتصاد الكلي زي ما هم شايفين ابتدى يتحسن. ايوه بس احنا لسه التضخم عندنا عالي والاسعار بترتفع كل يوم، الوضع مش احسن حاجه يعني. ايه بقى اللي هم شايفينه احنا مش شايفينه؟ بص، من الاخر الناس دي بتبص على حاجتين اساسيتين، لو موجودين يبقى انت كده تمام، نقدر نبص على بقيه النقط، لو مش موجودين يبقى انت عندك مشكله. اولا قدرتك على سداد الديون. ما هو التصنيف الائتماني ده بالاساس معناه هتقدر تدفع اللي عليك ولا لا، وبناء عليه بيتم تحديد نسبه المخاطره في تسليفك. وبما ان بيانات البنك المركزي المصري اظهرت سددنا فوائد واقساط ديون خارجيه بقيمه 23.8 مليار دولار من يوليو 23 لمارس 24، يبقى احنا كده في السليم. تاني حاجه تحسن بيئه الاعمال وحجم الشراكات الاقتصاديه مع دول العالم، وده اللي بيحصل مع الامارات والسعوديه بشكل كبير دلوقتي، وكمان شركات تركيه وصينيه. يعني احنا كده تمام والدنيا هتحلو؟ مش بالبساطه دي. طبعا احنا عندنا كميه تحديات كبيره جدا 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 الفتره القادمه، وبنواجه اخطار اقتصاديه مش قليله، بس برضه رفع التصنيف ده ممكن يدينا نظره تفاؤليه لطيفه حبتين.